اخرج مما أنت فيه واكسر الحلقة التي تدور فيها، فأنت تدور في حلقة تكسر بموتك. ويحك ألا تنتبه، أفق، فإنه يأتيك من حيث لا تحتسب، ولعل مرضا يرتع في بدنك، في كبدك أو في كليتك، سرطان زاحف لا تدري عنه شيئا، حتى إذا ما أمسك بخناقك سرعك ولا تملك شيئا حينئذ. لا ينفعك مال جمعته من حرام، لأنه يصير إلى من يتمتع به وعليك وزره ولا شيء عليه. ولا ينفعك كثرة ولد ولا مقتنيات. اعمل لآخرتك وتوكل على ربك واكسر الحلقة. اخرج من هذا الإلف للعادة، تصحو وتنام وأنت في دائرة. كثير من الخلق كالثور قد عصبت عيناه، يدور في الساقية لا يدري أين هو. أكثر المسلمين للأسف كالثور في الساقية لا يدري أين هو. أرحام تدفع وأرض تبلع، وهو بين صرخة الوضع وأنة النزع لا يكاد يحس بشيء، مغيب. وإذا أفاق فإنما هي لحظة. يا أخي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم كافرين كانوا يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فصاروا سادة الدنيا وقادتها لما تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المسلم أن يكون فرحه لله، وأن يكون حزنه لله، وأن يكون إقباله لله، وأن يكون إدباره لله، وأن يكون ضحكه لله، وأن يكون بكاؤه لله، وأن تكون حركته لله وسكونه لله. هذا هو الذي ينجينا من هذا الذل الذي وصلنا إليه. نتكفف الأمم من أجل رغيف العيش ونحن أكثر الناس ثروة في الدنيا، لأننا فرطنا في طاعة ربنا. لو عدنا إليه لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا، لأقمنا دينه وحفظنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أكرمنا وأعزنا. فأسأل الله أن يردنا أجمعين إلى الحق ردا جميلا.